فرحانة؟ آويها وإن شاء الله ربي يهنيها. يم العروس بياسين. آويها ويا زهر البساتين. آويها يا مصحف صغير. المجدولات مدت ايدها يحننها المسيونات و10 أصابع مثل الشمع مضويات. خاب القمر يا حبايب
حوالينا وعينك على جارتنا ولا عينك علينا والشبك عحارتنا وتتخبى بالقراني وعرايس ماكوا عنا ويا عويد الخزراني بسك تيجي حارتنا يا عيوني تتلفت حوالينا الله الله عينك على جارتنا يا عيوني وساري صار الليل وساري صار الليل حب حبيبك صار الليل وساري صار الليل روح لحبيبك صار الليل وساري صار الليل وساري صار الليل وساري صار الليل حب حبيبك صار الليل وساري يا ساكن بقلبي حلفتك بربي يا ساكن في قلبي حلفتك بربي لا تجرني حبي وساري صار الليل ولا تجر في حبي وساري صار الليل وساري 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 حبيت بس أرحب فيكم، أهلا وسهلا فيكم جميعاً، وأنا كتير مبسوطة بوجودكم معنا حتى تشاركونا فرحتنا. يعني الحمد لله اليوم يوم كتير عزيز علينا، ولعائلتنا الكبيرة بقول إنه إذا ما وسعتكم بيوتنا توسعكم قلوبنا، والفرحة واحدة. حسين ابنكم، انتو أهله، وهذا عرسكم. حسين هو فرحتي الأولى، ابن البكر، وزي أي أم أنا من زمان بحلم إنه أشوفه عريس، والحمد لله اليوم إحنا عم نبلش احتفالاتنا بعرسه، وإن شاء الله الله يتمم على خير. وأخيراً صار عندي كنة، بس مش أي كنة، ما شاء الله عليها رجوة، يعني ما بعرف في أحلى وأولز منها العروس؟ جد غلاوتها من غلاوة إيمان وسلمى. يعني أنا بتذكر من كم من شهر لما إجا حسين وخبرنا أنا وسيدنا إنه نوى إنه يتجوز، قديش كانت فرحتنا. رجوة هي أحلى رجاء مني لرب العالمين لحسين. إن شاء الله يا رب الله يسعدكم ويوفقكم ويخليكم لبعض، وإن شاء الله دائما بتكونوا سند وفرحة بعض. ولأم فيصل ترى احنا عندنا بنقول دائما انه بتعرفوا البنت من امها، وانا بحكي لكم الام جوهره. عزة انا بعرف، انا كنت بمحلك قبل شهرين وبعرف انت كيف شعري، بس بدي اطمنك انه رجوة بعيوننا وبعيون حسين، وهي بين اهلها وناسها، فاطمئني عليها. بتعرفوا احنا كأمهات يعني احنا ايش بدنا من الدنيا غير انه نشوف اولادنا مبسوطين ومرتاحين. ويمكن احنا مرات بنراجع حالنا وبنقعد نسأل يعني هل احنا عملنا كل اللي نقدر عليه؟ وانا بالذات لانه يمكن هاي عمري ما حكيتها، بس سيدنا الله يرحمه قبل ما يتوفى لما كان بالمستشفى وعرفنا انه تعبان، انا وعدته وعد، قلت له حسين رح يتربى زي ما انت بدك فما تهكل هم. اليوم بطلع على حسين بشوف قدامي شاب جندي شجاع واثق من نفسه قوي، بشوف كيف يعني بالضبط زي أبوه، بشوف كيف
اسلوب تعامله مع عروسته، مع عرسه، كيف حابب انه هذا العرس يكون بمشاركة أردنية، مش بس بالاحتفالات، بالتحضيرات كمان. فهون اطمنت انه هو فعلا شاب هاشمي واعي وعارف انه هو منكم وإلكم. وبقدر اقول للملك حسين انه الحمد لله اني وفيت بوعدي ان شاء الله، وان شاء الله يكون هو راضي، وان شاء الله كلكم تكونوا راضيين. والف مبروك إلنا جميعا، لانه هاي فرحتكم قبل ما تكون فرحتي. واهلا وسهلا فيكم مرة ثانية.